أهلا وسهلا فيكم اليوم مع الشيف نزيه. وحدة من الوصفات يلي بيحبوها المطبخ العربي رح نعمل أكلة الكبة باللبن. تابعوني. أول شيء رح نحتاج لبن نحطه على النار وشوية نشا ورشة ملح. حطينا اللبن بعد منا حركناهم شوي مثل ما شايفين. وهون حطيت الزبدة مع الثوم حتى أعمل التسقية تحت الكبة باللبن. بحركهم شوية صغيرة حتى يستووا. بعد منا بقطع كزبرة فريش وبكبها ورا منا. خليها تستوي شوية صغيرة. هلا نزلت عليها الكزبرة بحركها شوية صغيرة حتى تدبل. هالكبة قدامكم بعد ما قرصتها نحطها بالزيت حتى كمان تستوي بس على نار متوسطة. هون الرز بعد ما فلفلته طبخته شايفين قدامكم. حطيت الكبة هون باللبن وخليهم يطبخوا على نار هادية يتحركوا شوي صغيرة. هلا عم بسكبهم بالصحن مثل ما شايفين. القوائم تحت اللبن هي أهم شي، القوائم عندكم اللبن ما تفرط. بعد منا بحط التسقية اللي عملتها بالثوم والكزبرة. هي عم تشوفوا قدامكم طبق بقرنشة بشوية لوز محمص وشوية بندورة مجففة. وهي الطبق الرز علبته وبحط على وجهه شوية شعرية ولوز. مثل ما شايفين طبق اكتمل. وبحب لكم ألف صحتين. أهلا وسهلا فيكم.